أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة أين؟ فردوس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكرها مرة، خاشعون مش فقط صلاة، تريد أعلى الدرجات مش فقط صلاة، تريد دخول الجنة إجزاء الصلاة، تريد أعلى الدرجات في صلاتهم خاشعون. وذكر أعمال ختمها مرة أخرى بالصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعلى الدرجات حديث ربيعة من أجمل الأحاديث، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه فقال سلني، فقال يا رسول الله أمهلني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلني؟ لا انتظر، كان قائد الأمة، دنيا تريد يعطيك، يدعو لك يعطيك، فقال أمهلني. قال فتفكرت في أمري فعلمت أن الدنيا زائلة وأن ما قسم لي فيها مكتوب سيأتيني، فاختار الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، مش الفردوس، لا، هذا المسلم عزيمته فوق، ما يرضى إذا سألتم الله تعالى فاسألوا الفردوس، هذا أيضا مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أمرك بهذا؟ هذا طلب خطير، هذا تترك الدنيا وأنا قلت لك شو تبغي، مجال مفتوح. قلت مرافقتك أحسن الاختيار. فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. كيف؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. أعلى النعيم في الجنة، هذه أعلى الدرجات. طيب أعلى النعيم في الجنة رؤية وجه رب العالمين، ويقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها فافعلوا. وأكثر الناس تقصيرهم تجدها في هاتين الصلاتين. من يقصر؟ الفجر. تريد أعلى النعيم، عليك بالمحافظة على الصلوات، وخاصة صلاة الفجر صليها في الجماعة مع الرجال، وصلاة العصر صليها في الجماعة مع الرجال. وعلى قدر محافظتك عليهما على قدر ما تتنعم برؤية وجه الله عز وجل، فليس كل الناس يرون الله تعالى سواسية. وأعظم الأعمال التي يتنعم الناس فيها في رؤية وجه رب العالمين فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالجنة هي صلاة، وكذلك يعني آيات كثيرة ذكرت فيها الصلاة. طيب شخص حرم من الجنة، نسأل الله تعالى ألا يجعلنا منهم، وأدخل نار جهنم وهو من المسلمين، كيف يعلم؟ عندما رب العالمين يشفع للعبيد ويشفع رب العالمين يأمر الملائكة أن يذهبوا ويخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. فإن النار لا تأكل من ابن آدم آثار السجود، كفيك، ركبتيك، قدميك، جبهتك،